الله، ايه ريحة الأكل الجميلة دي؟ عملت لنا ايه بقى حلويات النهاردة؟ كنافة ولا بسبوسة ولا قطايف؟ ما عملتش. ما عملتش ازاي؟ انت عارفة يا ماما ان انا بحبها، وهي عندي اهم من الفطار. ملحقتش اعمل، طول اليوم واقفة في المطبخ وبعمل لكم الفطار، بغسل المواعين وبعمل الفطار، مفيش وقت ان انا اعمل لكم. ما هو انت لو كنت جيتي تساعديني كان زماني لحقت اعمله. طب هخلي انا دلوقتي ممكن يبقى في وقت هبقى اعمل لك عصير تشربيه بدل الحلويات. انت يا بنتي يا جنى انت وجوجو، يا ولاد ما تبطلوا اكل، انتوا من ساعة الفطار لحد السحور وانتوا قاعدين تاكلوا. كفاية كفاية اكل بقى علشان تعرفوا تتسحروا. ما تخافيش يا ماما، دي بكرة ودي بكرة تانية خالص. هتسحر. اصل انت يا ماما ما تعرفيش ان جوجو تفصى ولا ايه؟ شوف مين اللي بيتكلم. يا سلام عليكي يا اختي، امال انت بتعملي ايه؟ بتاكلي فلسفة ولا بتطفحي برضه؟ انت مالك؟ ايه ده؟ لازم بس تحشر نفسها في كل حاجة. يا ساتر يا بنتي، ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، ربنا كده هيحاسبكم. ما ينفعش نصرف في الاكل كده. جرى ايه يا ماما؟ انت هتبصيلي في لقمتي كمان؟ الله، قولي بسم الله ما شاء الله. الكلام مش هينفع معاكم. المهم عايزين تسحروا ايه؟ خلاص الفجر ناقص عليه نص ساعة. انا بقى يا مامتي عايزة طبق فول بالطحينة ومعاهم كام بيضة كده، وكمان حلاوة وعليها قشطة. ويا سلام بقى لو في شوية محشي من بتوع الفطار، يا سلام. وانا بقى يا ماما عايزة 5 كيلو بطاطس متقطعين كده طرنشات، واعمليهم لي وخليهم كده متحمرين متغرقة بقى في الزيت وعليها رشة كده ملح وكمون، وهيبقوا زي بتوع المطاعم كده. ومش هوصيكي بقى تكتري الكاتشب. ايه ده؟ ايه كل الاكل ده؟ هو انتوا هتودوا الاكل ده فين؟ ايه كل كميات الاكل اللي انتوا بتقولوا عليها دي؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ ده انا لو مربيه فار في مزرعه ما كانش هياكل كل الاكل ده. ده سحور. انت عارفه يعني ايه سحور؟ يعني هنصوم 13 ساعه. عارفه يعني ايه هنصوم 13 ساعه من غير ما جوجو تاكل؟ ازاي يعني ما اكلش ولا اشرب 13 ساعه؟ ده أنا حاسه ان انا هموت قبل الاذان. ايوه يا ماما، جوجو عندها حق، ده احنا هنصوم 13 ساعة. انت عارفة يعني ايه 13 ساعة؟ دول كتار قوي. انا مش عارفة هصومهم ازاي دول اصلا. هو انتوا فاكرين نفسكوا جبل ولا ايه؟ تقعدوا تخزنوا علشان وقت الصيام ما تجوعوش؟ ده يا رب. لا انا مش هخلص معاكم، انا هروح احضر السحور احسن ما تجننوني. انت عارفة يا بنتي يا جوجو انا كان نفسي في ايه؟ مرضتش اقول لماما. كان نفسي في حتة بطاية، الله، وهاكله بعضمه مش هطلع ولا عضاية. يا شبه. ويا سلام بقى لو معاها حلة محشي ورق عنب. بس يلا مش هنقدر نقول لماما. شكل ماما عندها حق، مالينا بطننا قوي. يا جنى والله عندك حق، الواحد بطنه كأنه في الشهر التاسع. بس انا بقى ناصحة واشتريت شوية بيبسيات كده علشان نهضم بيهم. اما افتح بقى كده
بس شربت كوباية مية بس أنا كنت ناسية إن أنا صايمة. هو مش كده يا ماما هبقى لسه صايمة؟ لأ خلاص مادام ما كنتيش قاصدة وكنتي ناسية خلاص انتي لسه صايمة. يلا بقى سيبيني علشان أخلص. طب هسألك سؤال كمان. ماشي يا ستي اسألي وأمري لله. بعد ما شربت كوباية المية رحت عملتلي سندوتش الجبنة بس أنا كنت ناسية. برضه عادي طالما ناسية يبقى صيامك مقبول. بس المهم تكوني ناسية فعلا. طب معلش بس آخر سؤال وهمشي على طول. ما خلاص بقى يا جوجو قلتلك عايزة أقرأ قرآن انتي كده هتعطليني. آخر سؤال. ماشي يا ستي اسألي بس آخر سؤال وبعدين تسيبيني بقى علشان أقرأ القرآن. بعد ما أكلت سندوتش الجبنة لقيت كده طبق فيه كنافة بالمانجا فخدتلي كده حتة صغيرة. كده أبقى صايمة برضه صح؟ يا سلام كل ده وناسية؟ ده انتي كلتي وجبة بحالها. عايزة تفهميني إن كل الأكل ده ولسه صايمة؟ انتي كده بتهزري طبعا. ايه يا ماما هو مش أنا لو كنت ناسية يبقى كده خلاص عادي ومش حرام عليا؟ بصي يا جوجو الصيام ده بينك وبين ربنا. يعني مش علشان تيجي تقوليلي إنك كلتي وأقولك غصب عنك. لأ ربنا هو اللي شايف